للزميل هشام الخلصي. شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم من خلال احداث هذه المواجهات التاريخية الكبيرة المنتظرة هنا في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا. هذه المواجهة في العاصمة ياوندي، ومن خلال هذا الملعب، ملعب أحمد أهيجو، ستبقى عالقة في ذاكرة التاريخ لهذه البطولة وفي ذاكرة كل العرب من خلال أحداث منتظرة كبيرة في أرضية الميدان والأسماء الكبيرة هنا في هذا المنتخب وفي المنتخب الآخر. لقاء عربي 90 دقيقة يحدث ما يحدث فيها، يتفاعل الجميع ويقدمون كل ما يملكون. 90 دقيقة من خلالها كل حر فيما يقدم وفي من يشجع، وبعد ال90 دائما اليمنى وآدم ماسينا في الجهات يعرف عمرو السولية والنني، وفي المقدم لاعب نادي واتفورد آدم ماسينا. هذا سقوط حافي المرور، يتوغل يتقدم اليسرى، وبعد ذلك التدخل إشارة إلى وجود ركلة الركنية. انتظار تقنية الفيديو وطريق اللاعب أيمن أشرف. أيمن الفيديو ماجيت اندياي إلى ركلة جزاء. ماجيت اتخذ قد جزاء، ركلة جزاء. نعم ركلة الجزاء. سفيان بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني. يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة، ويتقدم لأسود الأطلس صاحب الفعل. يقدمون أسماء حاضرة في تشكيلة المنتخب. ظهور أندية أخرى على مستوى في مباراة اليوم. يوسف نصيري حارس باريس سان جيرمان، سايس يلعب مع وولفرهامبتون. أملاح يتواجد في الدوري البلجيكي مع ليصبح واحد من أبرز حراس المرمى المغرب في مباراته الدولية رقم 11. كرة فيها في المنطقة، عادت مرة أخرى أو هذا مين؟ هذا سليم أملاح إجازي على مستوى التغطية. كرة ملعوبة داخل منطقة. أحداث هذه البطولة قدم أداء مميز. نعم خلالها حكم المباراة ربما من أحمد الآن. محاولة الوصول إلى من؟ إلى محمد، إلى نايف فاجئت. هذه الكرة، هذه المحاولة قابل لا شيء في مباراة تحديد المركز الثالث. ونجح المنتخب المصري في الدور نصف النهائي لقب المرة الخامسة كانت، بينما آخر مواجهة جمعت ما بين الفوز بلقب هذه البطولة، بينما هنا لقب سر أو فاز أو تعادل. كل ما واجه روعة وفي مكان صعبة جدا على أبو جبل. ذلك عن طريق محمد صلاح، ملعوبة في الجهات اليسرى. رومان سايس على محمد صلاح، والتدخل من قائد سيمبونو. كرة بمحاولة ملعوبة، تسديد كيروش أيضا يتحدث. محمد يلعبها داخل منطقة الجزاء، مرت في الهدف الثاني. محاولة لمصلحة المنتخب. الكرة بمحاولة تعود إلى تسديد. المحاولة بالقدم اليسرى. لا بونو في المكان، يحاول قدر الامكان الان استغلال 25 سنه لنايف هو من يلعب الكره. وبعد ذلك قرار ياتي ببديل. كره بمحاوله ملعوبه في مرمى. هذه اللقطه، هذه المحاوله بعيده اداء ربما يعتبر الافضل خلال طوال المباريات الاربعه الماضيه. يواصل حضوره من المجموعه من الارقام. ايضا وصول مصر الى الدور نصف النهائي يعني رسميا لان المنتخب هو الاخر موجود. عرضيه داخل منطقه ياسين لكن هذه المحاولة هنا التدخل من عمرو كمال. أسد الأطلس والآخر على مشارف المنطقة. أيمن أشرف فتوح، كرة بأقدام فتوح لمصلحة المنتخب المصري. والتسديدة لا زالت مستمرة وقائمة. وبعد ذلك يسرق نجومية اللقاء، بينما هنا ل 22 سنة للاعب شتوتغارت. كرة بمحتمي سفيان بوفال مستمرة لمصلحة المنتخب. أشرف حكيمي محاولة تقدم العنصر، يتحدث مع حكم اللقاء ويبدو محقا المصري الحضور الكبير من خلال تنفيذ الكرات الثابتة. ضحيت هالي لوسيتش، حكيمي يلعب الكرة خطيرة. كرة أشرف حكيمي بجوار القائم الزمالك وذهب معه لتحقيق بطولة الدوري مسكين. كرة بمحاولة من الجهات اليمنى، هذا الالتحام. وهنا الحاضر أمامنا الآن وبطاقة صفراء أيضا كرة موجودة
واخذ منطقه الجزاء، ولكن ايضا في التوقيت الى محمد صلاح لا زالت مستمره. مرموش بورس متبقيه قبل نهايه احداث الشوط المباراه. علامه الجزاء سجل باقدام اللاعب سفيان الى خارج ارضيه الملعب. تعود المحاوله من جديد باستثناء الهدف. ايضا غابت محاولات ان الهدف هذا كاف جدا اذا ما تمت المحاوله، وابعدت في التوقيت المناسب. عادت من جديد في الفتره الماضيه مع المدرب وحيد من حصل على البطاقه على العوده خلال احداث شوط المباراه عن طريق من محمد صلاح. عرضيه داخل منطقه الجزاء، مرموش يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. المحاوله الماضيه يقف سدا منيع في ارضيه الميدان الى يوسف نصيري، لكن بعد المحاوله بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب. المنتخب المغربي السلامات لحجازي، السلامات في ارضيه الملعب ساقطا من خلال مجريات هذه المواجهه، لذلك او استمراريه حجازي انطلاقا من الجهه اليسرى انديه اسبانيه قبل الاستقرار مع نادي، والمحاوله مستمره والكره فيها توغل الى في تقدم المنتخب من عمر. عرضيه داخل منطقه الجزاء، يدخل الى منطقه الجزاء، كره ملعوبه لا من محمد صلاح. استلام ياتي واتي من المرمى، عرضيه ملعوبه خطيره، يبعد الكره الى خارج ارضيه الاولى. تاتي من عمر كمال، عرضيه داخل منطقه بمحاوله من الجهات اليسرى. عرضيه تاتي الان من فتوح، ركله ركنيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء. عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح. يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة الدنيا من أجل الثامنة، يصل إلى المرمى يسجل التعديل. يظهر محمد صلاح ويسجل، ويعود المنتخب المغربي للسيطرة بهدف لهدف ما بين المنتخبين. أيضا هنالك كيروش والاثنين أمام مهمة صعبة. 20 في القاهرة ومن ثم أفريقيا. الآمال بكل تأكيد بأنه شلق من الجهات اليسرى الآن لمصلحة المنتخب. صلاح انطلق صلاح، وهذا عبر مرموش لكن الله سفيان بوفال يدخل إلى أرضية كبير. رحيمي هو اللاعب الذي سيدخل. لاعب راجع أيضا سوليا، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خط مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة والقرب كارلوس كيروش. كرة عموما بمحاولة داخل منطقة أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي. صلاح لا زالت مستمرة. عرضية الآن داخل الكرة والمحاولة لم تكن بالشكل المطلوب. تحولت في سفيان رحيمي، انطلق رحيمي، وأيضا الاحتجاج ربما على قرار حكم المباراة وبالتالي الجزاء. محاولة ملعوبة خطيرة جدا لقضية الميدان في هذا الالتحام اللي كان التدخل هنا. التدخل وما بين عبد المنعم، كرة فيها سقوط من جهة على حكم اللقاء. امر طبيعي جدا في مثل يلعب المحاولة مباشرة باتجاه المرمى وجابها في وصول اكثر باتجاه المرمى. ومحمد دائما العقلاء رومين سايس في هذا الجرة وهذه المحاولة. وهنا الالتحام اللي كان محمد ولمصلحة لاعبي باريس سان. بطاقة صفراء تظهر يبدو على منير الحدادي على تنفيذ لعب المحاولة داخل منطقة. بأن هنالك ما لا يقل عن 4 المغرب لعبت مباراة كاملة ب90. يجري عمليات الإحماء الأخيرة على مش هخرج قرر، لكن أيضا اللاعب مش هخرج. كرة بمحاولة ملعوبة لمحمد صلاح، هذا ماي، هذا ريان، طلق ريان. تماسي منتخب مصر عن طريق اللاعب يدخل إلى منطقة الجزاء. لا زالت مستمرة في مدرجات ملعب المواجهة على تنفيذ رمية التماس. يلعبها أمامي العين، هذا نعم رحيمي ساقطا في أرضية الملعب. فاجرت ارتقى لكن الكرة طالت بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. رأسية جهات ركنية داخل منطقة الجزاء. زالت مستمرة مغربية. تسديدة تأتي وأدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه. منافسات هذه البطولة أبو جبل شناوي في هذا اللقاء ومنتخب يتأهل. صلاح عرضية هي ليلة يظهر فيها الأبطال. محمد صلاح يمرر إلى تريزيجيه وتريزيجيه يسجل، يضع الكرة في المرمى ليتقدم المنتخب المصري. الآن مصر تقلب الطاولة على المغرب وتسجل الثاني عن طريق تريزيجيه وبأقدام